السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا طلاب المنصة، ازيكم اخباركم ايه؟ طبعا لو انت ذاكرت العملي قوانين عمل الفيديو اللي فات، فعايز اقول لك ان النهارده خلاص بقى، او الفيديو ده خلاص بقى انت كده مستعد ان انت تذاكر معانا النظري وتلمه كله. طب يا مستر الامتحان بيجي ازاي؟ اول حاجة الامتحان بيجي لك الصفحة بتجي لك مقسومة كده، مش عارف انت شايفني ولا لا؟ حلو كده؟ طيب بيجي لك الجنب اللي على اليمين ده اللي هو بالنسبة لك ده الشمال، بس بالنسبة لك انت على اليمين بيجي لك عباره عن ايه؟ عباره عن قانون العمل. ما مستر ما الماده اسمها قانون العمل، لو في حاجه ثانيه غيرها يا فندم اسمها قانون العمل. ولكن قانون العمل ده هنشرحه دلوقتي. ثم قانون الخدمه المدنيه. بعد كده قانون التامينات الاجتماعيه. يعني ايه يا مستر التامينات الاجتماعيه؟ اللي هي المسائل اللي انت واخدها الحصه اللي فاتت. فاحنا هنبدا نراجع من تحت لفوق. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنبدا نراجع من اخر حاجه انت خدتها في المدرسه او مع المدرس او حتى معانا احنا لو كنت انت طالب معايا في السناتر. هنبدا نراجع من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق؟ يعني هنبدا نشتغل الاول في التامينات الاجتماعيه. طيب صلوا على النبي. خلينا نبدا كده واحده واحده مع بعض. ايه اللي موجود عندنا دلوقتي؟ بصوا معايا. خلاص بقى. اول حاجه نظري قوانين العمل. اولا قانون التامينات الاجتماعيه. هو مش هيجي لك في الامتحان اولا قانون التامينات الاجتماعيه، هيجي لك اولا قانون العمل، بس في اخر حاجه ثالثا هيجي لك قانون التامينات الاجتماعيه. بس احنا بنراجع دلوقتي من اخر حاجه احنا خدناها. طيب بيقول لك ايه يا سيدي؟ بالله عليك ركز معايا قوي، لان النهارده الحصه يعتبر كلها مفيده وعايزين نراجع سريعا عشان خاطر ان شاء الله لو انت خلصت معايا النظري ما تحتاجش ان انت غير ان انت تحل امتحانات. طيب تذاكر ازاي بقى النظري دلوقتي معايا وانت ورقه وقلم؟ اولا قدامك الورقه والقلم وقاعد بتحل معايا، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم حضرتك اول ما نخلص اول جزئيه يعني قانون التامينات الاجتماعيه، اول ما نخلصها هتبدا بعد كده تقفل وتروح تحل امتحان على الجزئيه دي بس. الامتحان كده كده بيجي لك متقسم. بعد ما تخلص القانون التامينات الاجتماعيه ناخد القانون المدني، برضه حضرتك توقف وتقوم رايح عامل ايه؟ وتقوم رايح حالل على الجزئيه دي بس. كده انت طبقت ليله الامتحان في مذاكره صحيحه ومظبوطه، وربنا يعينك على الامتحان ان شاء الله. الامتحان ان شاء الله يجي سهل. طيب ركز معايا. بقول لك ايه؟ اول حاجه قال لك اختر الاجابه الصحيحه. قانون التامينات الاجتماعيه اختر الاجابه الصحيحه. مستر الامتحان ده بيجي فيه اختر الجزئيه دي، يجي لك في اختر، يجي لك في مصطلح، يجي لك في صح وغلط. كل الكلام هيبقى موجود قدامك دلوقتي. ركز معايا. بيقول لك يا سيدي مده الاشتراك في التامينات المعاش المبكر هي عباره عن كام؟ بيقول لك عباره عن 220 شهر. مستر جبتها منين دي؟ اول حاجه جميل، ال 220 شهر دول هو عايزهم هنا بالشهور. ركز معايا الله يرضى عليك عشان خاطر ايه؟ تبقى فاهم. هو هنا طلبها منك بالشهور. ممكن في الامتحان يجي يطلبوا منك بالسنين وهنشوفها دلوقتي. فهو مده الاشتراك في التامينات للمعاش المبكر بتاخد 240 شهر. طيب يضاف الى معاش الشيخوخه نسبه كام؟ 25 ولا 15 ولا 6 من المعاش؟ احنا قلنا لما بنيجي نجيب معاش الشيخوخه في المسائل كنت بقول لك ما ينفعش تدي للراجل المعاش ساده، كنا بنقوم رايحين ضايفين عليها قيمه كام؟ قيمه 25% من الايه؟ من المعاش. كلام مظبوط؟ كلام مظبوط. طيب اذا كانت ثالثا بقى، اذا كانت مده الاشتراك في بما فيها المده الافتراضيه. يعني ايه؟ فاكر في معاش العجز والوفاه لما كنت باجي احل معاك مسائل كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك انت بتروح تجيب حاجه اسمها المده، والمده بتساوي مده الاشتراك في التامين طبعا زائد المده الايه؟ الافتراضيه. وعلمتك ازاي تجيب المده الافتراضيه دي اللي ما ينفعش تزيد عن كام؟ عن 3. طيب الراجل بيقول لك لو المده الاشتراك بما فيها المده الافتراضيه كلهم طلعوا ب 22 ونص، فاحنا كنا بنروح نضرب اجر الشهري بتاع الراجل في كام؟ في 65 في كام؟ على 100 اللي هي الخطوه الواحده، يعني مساله الخطوه الواحده مش الست خطوات. فالراجل هنا جاي يقول لي اذا كانت مده الاشتراك بما فيها المده الافتراضيه 22 ونص فان معاش العجز والوفاه يقدر ب 65 في الايه؟ في المية. طيب اللي هي 65 على 100. كلام جميل. رابعا تعالى يا سيدي رابعا تقول لك ايه؟ تقدر حصه صاحب العمل في الاشتراك الشهري للاجور المتغيره بواقع كام؟ اسمعني بقى. صاحب العمل بياخد 15%، انما المؤمن عليه اللي هو الموظف بيبقى كام؟ بيبقى 10%. النقط دي تركز لي فيها قوي. طيب ركز معايا في اللي جاي بقى. نظام اجباري يقوم بتمويله اصحاب الاعمال. نظام اجباري، النظام الاجباري اللي عندك اللي بيموله اصحاب الاعمال هو تامين البطاله. يعني ايه يا مستر تامين البطاله؟ صلى على النبي. انا دلوقتي رحت اشتغلت عند واحد وانا بشتغل، اشتغلت عندي موظف وظيفه. طيب بيعملوا لي حاجه اسمها تامين ايه؟ تامين بطاله، او اشتغلت عند مصنع معين او ايا كان. يعني ايه تامين بطاله؟
يعني انا مثلا لو انتوا رفدتوني لاي سبب من الاسباب، فانتوا بتطلعوا لي جزء تعويض من الاجر بتاعي، مقابل ان انا قاعد في البيت مش لاقي شغل، اسمه تامين الايه؟ البطاله. فانا بتفق معاهم في الاول، لو طردتوني الاسباب انا ما غلطتش في حاجه، بس قررتوا ان انتوا تمشوني، فانا دلوقتي من حقي ان انا اعمل معاكم تامين اسمه تامين الايه؟ البطاله. طيب مين اللي بيموله بقى؟ مين اللي بيدفع الكلام ده كله؟ تامين البطاله اللي بيدفعه اصحاب الايه؟ الاعمال. من شروط الاستبدال، ركز معايا الله يرضى عليك بقى عشان الموضوع ده مهم قوي. الاستبدال ده لازم تلاقيه عندك في الامتحان. يعني الاستبدال ده لازم تلاقيه موجود في الامتحان في الجزئيه دي. يعني ايه استبدال يا مستر؟ قال لك يا سيدي الاستبدال هو عباره عن ايه؟ انا دلوقتي واحد تميت سن ال 60 سنه، فبطلع على الايه؟ على المعاش، وليكن بيدوني معاش مثلا يعني 4000 جنيه شهريا، كل شهر بيطلع لي 4000 جنيه حلو من الحكومه، وعايش وراضي والدنيا جميله. جيت بنتي مثلا هتتجوز، فانا محتاج فلوس اكتر من ال 4000 عشان خاطر اجهزها بيهم في الفتره دي. فبقوم رايح للشؤون الاجتماعيه او الجهه المختصه، اقول لهم ايه؟ اقول لهم يا جماعه لو سمحتم انا عايز اعمل استبدال للمعاش. يعني ايه استبدال؟ يعني انا مثلا عايز اقبض 6000 جنيه، ويقول لك هو ينفع يا مستر؟ ينفع. كده هو ياخد منهم كام زياده؟ ياخد منهم زياده 2000. ال 2000 دول عباره عن ايه؟ قال لك ال 2000 دول عباره عن استبدال. يعني ايه يا مستر استبدال؟ قال لك يعني بيقول لهم كده يا جماعه لو سمحتم انا المعاش بتاعي 4000، فلو سمحتم ادوني 6000 او ادوني جزء من المبلغ ده عشان خاطر انا عندي مهمه معينه، مقابل ان انا بعد كده هسد لكم الفلوس دي من المعاش. مستر مش فاهم. هتفهم واحده واحده. تعال. من شروط الاستبدال ان يكون قد مضى اخر استبدال كام يا جماعه؟ سنتين. شروط الاستبدال دي لازم تلاقيها في الامتحان. شروط الاستبدال يعني انا ما ينفعش اروح اغير المعاش بتاعي بفلوس اكتر الا بعد مضي عن اخر مره كام؟ سنتين. يبقى من شروط الاستبدال ان يكون قد مضى اخر استبدال سنتين، يعني كل سنتين يحصل عمليه الاستبدال دي، مش كل يوم يعني، فاهمني؟ طيب تعالى اللي بعدها. تعالى واحده واحده. احنا فين؟ احنا في 7. بيقول لك لا يجوز ان تزيد قيمه الاستبدال عن، دي تحفظها لي كويس قوي، ثلث صافي المعاش. احفظها لي كويس قوي الله يرضى عليك. ثلث صافي المعاش، يعني ما ينفعش اكتر من الثلث، ما ينفعش الربع، ما ينفعش النص. هو القانون بيقول لك كده، لا يجوز ان تزيد قيمه الاستبدال. يبقى قيمه الاستبدال يعني انت اول حاجه عايز تعرفها ان ما ينفعش في الاستبدال الا بعد مضي كام؟ سنتين. وما ينفعش قيمه الاستبدال تكون ازيد من كام؟ من ثلث المعاش. حلو قوي الكلام ده، تحفظه كويس قوي. طيب تعالى اللي بعدها. بيقول لك ايه؟ يقدر تعويض البطاله بنسبه كام؟ قال لك بنسبه 60% من الاجر المؤمن عليه. يعني انا كنت بقبض عندهم مثلا 1000 جنيه، 1000 جنيه بقبض كل شهر عندكم، وانتوا طردتوني، بس انا كنت عامل تامين البطاله عندكم، وانتوا كنتوا تدفعوا اشتراك، مطالب ان حضرتك تدفع لي 60% تعويض كل شهر. ده المعاش بتاعي. طيب تعالى يا سيدي. من العاملين الخاضعين لاحكام تامين اصابه العمل فقط. اسمعني بقى. يعني ايه؟ واحد عمره 18 سنه، هل ده يخش يبقى هو مثلا ليه معاش شيخوخه؟ اكيد لا طبعا، لان معاش شيخوخه 60. هل هو ليه اي حاجه عند الحكومه؟ ملهوش غير حاجه واحده بس، ان هو خاضع لتامين اصابه الايه؟ العمل. يعني انت وانت عندك 18 سنه وشغال عند الحكومه في اي شغلانه، في مصنع او بره او اي حاجه، ليك تامين اصابه العمل فقط. يعني حضرتك لو اتصبت نقدر نعالجك على نفقه المكان ده. ده معنى كلمه اصابه الايه؟ العمل. اللي عمره كام؟ 18 سنه. طيب الممارس العام، احفظها لي، له سلطه منح الاجازات المرضيه بحد اقصى 7 ايام. طيب يجب ان لا يزيد عمر طالب الاستبدال عن كام؟ عن 65 سنه. يعني واحد عايز يعمل استبدال، ادي الشرط الثالث بقى انك تحفظه لي، ما ينفعش تزيد سنك عن كام؟ عن 65 سنه. يبقى واحد عايز يعمل استبدال، تعالى واحده واحده ارتبهم لك. ما ينفعش يكون مضى عن اخر استبدال الا سنتين. ما ينفعش سنه، لا لازم يكون مضى على اخر استبدال اقل حاجه سنتين. طيب ما ينفعش تكون قيمه الاستبدال الا ثلث صافي المعاش. ما ينفعش يكون طالب الاستبدال اللي جاي يعمل استبدال ده، ما ينفعش هو يكون سنه ازيد من كام؟ من 65 سنه. طيب ليه يا مستر؟ عشان يعرف يدفع. يستحق صاحب المعاش العجز الكلي، معاش العجز الكلي المستديم، اعانه قدرها كام؟ 20% شهريا. يبقى الراجل اللي حصل له عجز كلي يستحق اعانه كام؟ 20%. احفظ لي النسب الله يرضى عليك. طيب
حصه اشتراك المؤمن عليه في معاش الشيخوخه. خد بالك مش صاحب العمل، المؤمن عليه اللي هو الموظف كام في المية؟ 10%. لما جينا نتكلم عن صاحب العمل بياخد كام؟ 15%. حلو قوي. الفئات التي تخضع لتأمين إصابة العمل فقط. مستر احنا قلنا ابو 18 سنة. ايوه، وايه كمان؟ قال لك والعاملون المتدرجون. خد بالك كلمة فقط هي اللي خلتني اعرف اختار. فقط يعني مالهمش الا ده. خد بالك اي موظف ليه تأمين إصابة عمل، بس ده بيقول لك ايه؟ هم مالهمش الا إصابة العمل فقط. فدول يا جماعة اسمهم العاملون الايه؟ المتدرجون. انما العاملون بالجهاز الاداري دول لهم كل حاجة. طيب كلام حلو قوي. طيب تعالى يا باشا نستكمل. بيقول لك السؤال الثاني صح وغلط. من شروط الاستبدال يا مستر، ما احنا خدنا الاستبدال يا باشا، الاستبدال عندك في الامتحان. من شروط الاستبدال ان يكون قد مضى على اخر استبدال سنتين. طبعا ده صح. انا حالل بس انا بتناقش معاك، انا حالل عشان خاطر الناس اللي عايزه تنقل الاجابات بس، وممكن يكون هو مش محتاج الفيديو قوي او محتاج بعض حاجات من الفيديو، فالراجل ده ممكن يبقى بيكتب ورانا دلوقتي عشان لو فاته حاجه يبقى الاجابات موجوده، فاحنا بنحل عشان خاطر كده. من شروط الاستبدال ان يكون قد مضى عن اخر استبدال سنتين. الكلام ده صح ومظبوط. يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته. اسمعني بقى في الحته دي. واحد زوجته طلع على المعاش وتوفت، هل الزوج ممكن ياخد معاش زوجته؟ ما عندناش مشكله، بس في شرط. يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته ان يكون عقد الزواج قديم، يعني مش لسه متجوزين قريب، جيش تضحك علينا. بعد بلوغ المؤمن عليه اللي هي زوجته سن الكام؟ ال60. يبقى الاجابه ايه؟ صح. الشرطين موجودين، يبقى لازم تكون زوجته بلغت سن ال60 ولازم يكون العقد ايه؟ قديم. طيب الاجر المتغير هو كل ما يحصل عليه المؤمن بخلاف الاجر الايه؟ الاساسي. كلام مظبوط. تجمع الارمله. مستر مين الارمله دي؟ الارمله دي اللي بتلعب في الرمل؟ لا يا جميل مش هي دي، ما تبقاش سخيف. الارمله هي اللي جوزها توفى. فلو واحده جوزها توفى بيقول لك تجمع بين معاشها عن زوجها، بتاخد معاش عن زوجها، وبين دخلها. لو هي مثلا بتشتغل شغلانه معينه، يعني واحده زوجها توفى دي اسمها ارمله، بتشتغل شغلانه معينه فبتقبض راتب، الراتب ده حتى لو كان 20,000 جنيه ينفع تاخد المعاش بتاع زوجها؟ لو مليون جنيه ينفع تاخد معاش زوجها؟ ما بلا حدود براحتها. يعني لو اجرها لو بتاخد ملايين الملايين وجوزها ده بيديها 1000 جنيه من المعاش، تروح تاخد المعاش، الدوله ما تقولهاش لا ده انت بتكسبي كتير على قلبك قد كده. لا يا باشا ما ينفعش. طيب تجمع الارمله بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل بدون حدود. يبقى الاجابه صح. يقصد بقطع المعاش. اسمعني بقى عشان قطع المعاش ده قصه كده وحكايه، ما يجي لك دي بكره. يقصد بقطع المعاش يعني ايه قطع المعاش؟ تعال هنشوف بس الاجابه دي صح ولا غلط. يقصد بقطع المعاش عدم صرفه للمستحق، مش هنصرفه للراجل المستحق، بسبب حدوده القانونيه، بحيث يمكن ان يعود لمستحقيه متى زال الايه؟ السبب. بص يا جميل، حضرتك متعود تروح تقبض معاش والدك لسه عايش وزي الفل، فمره واحده كده مثلا يعني والدك المعاش بتاعه ما نزلش على الفيزا، فوالدك بقى ايه ده؟ انا بالغ من العمر بعد سن ال60 وعايز المعاش والكلام ده كله، فخد بعضه وراح فين؟ راح الشؤون يشوف في ايه القصه، دخل لهم يا جدعان فين المعاش بتاعي؟ قالوا والله يا حاج احنا الفيزا بتاعتك عايزه تتجدد، مفيش اي مشاكل. يبقى ده كان السبب اللي منع وقف المعاش. يبقى مش قطع المعاش، قطعه يعني انت مش هتقبض معاش تاني يا حاج. امال يعني ايه وقف المعاش؟ وقفناه لك عشان لما تجدد الفيزا هنرجع لك تاني الايه؟ المعاش. فالراجل بيقول لك يمكن ان يعود لمستحقيه متى زال السبب. لما تصلح يا حاج الفيزا بتاعتك خلاص يبقى خد المعاش بتاعك. يبقى دي يا جماعه، يبقى هي دي وقف المعاش وليس قطع الايه؟ وليس قطع المعاش. طيب صليت على النبي، ركز معايا. البطاله، يعني ايه بطاله؟ الرجاله اللي قاعده على القهوه ما بتشتغلش، بس هو مش شغال، هو عايز يشتغل بس مش لاقي شغل، يعني هو عنده رغبه والله في الشغل بس مش لاقي ايه؟ شغل. ده اسمه راجل بطال. يعني هو كان شغال مثلا شغلانه معينه واتطرد منها فراح قاعد على القهوه وقاعد زعلان. ده زعلان خد بالك، مش قاعد بارادته، قاعد زعلان وما هيعيط. بيقول لك البطاله هي التوقف غير الارادي، والله يا مستر مش بارادتي والله، عن العمل نتيجه صعوبه الحصول على الايه؟ على العمل. يبقى الاجابه ايه؟ صح. طيب لا يجوز ان تزيد قيمه الاستبدال عن ايه؟ عن ثلث. جدع، يجي لك في الامتحان ربع نص. لا يا باشا هي ثلث، مستر معلمني. صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تعالى يا باشا المصطلح ويبقى خلصنا الجزئيه دي. بيقول لك ايه؟ المصطلح ده بقى تركز لي عليه قوي، لان في خلال اخر سنتين انت لما تروح تحل ان شاء الله هتلاقي ان كلها مصطلحات. يقصد بعدم صرف المعاش، اسمعني، عدم صرف المعاش بسبب حدوده القانونيه، بحيث يمكن ان يعود لمستحقيه متى زال السبب. احنا قلنا وقف الايه؟ وقف المعاش. يبقى ده المصطلح بتاعه. طيب
تأمين لا يوجد له اشتراكات، تأمين ما بدفعلوش حاجة، ولكن يتم تمويله عن طريق اعتمادات الدولة هي اللي بتدفع عليه فلوس. وصناديق التأمينات الاجتماعية، اسمه تأمين الرعاية الاجتماعية. يعني ايه تأمين الرعاية الاجتماعية؟ يعني اللي بيطلعوا رحلات والمصايف والكلام ده كله اسمه تأمين رعاية اجتماعية. فالكلام ده كله مش محدش بيدفع عليه اشتراكات. طيب، مبلغ نقدي، مبلغ فلوس يصرف دفعة واحدة، بيتصرف مرة واحدة، بيتصرف مرة واحدة، يبقى ده مش معاش. لما المعاش بيتصرف كل شهر، لما يتصرف مرة واحدة يبقى ده مش معاش. يصرف دفعة واحدة إلى صاحب المعاش والمستفيدين أو ورثتهم الشرعيين. والله لو الراجل ده مات ممكن حد تاني ياخده مكانه، اسمه التعويض الإضافي. التعويض الإضافي. مش كنت بقول لك الراجل ساعات ياخد تعويض أو ياخد ريقة أو ياخد تعويض أو ياخد معاش؟ يبقى الكلام ده التعويض بيتاخد مرة واحدة. طيب، فاكر أنت في إصابة العجز الجزئي لما كنت بقول لك إن لو النسبة أقل من 35% كنا بنديله حاجة اسمها تعويض؟ فده معنى كلمة التعويض الإضافي. معناها يعني مش بالدقة، بس ده جزء منها يعني. طيب، تعالى يا جميل. نوع من الإقراض. بص، النوع اللي من الإقراض اللي عندك الوحيد في التأمينات هو الاستبدال. استبدال المعاش. لأن هو بيبقى راتبه مثلا 4000، فبيروح يقول لهم أنا عايز آخد 6، فهو كده كأنه استلف منهم كام؟ استلف 2000. هو مش قرض، بس هو نوع من الإقراض. نوع من الإقراض يحصل بمقتضاه على مبلغ من المال اللي هو 2000 جنيه. طيب، حلو. وبعدين مقابل التنازل عن جزء من معاشه تخصم من من مرتبه. يعني كل شهر بقى نبدأ نخصم ال 2000 جنيه من مرتبك. يعني انت هتاخد 6000 جنيه مرة واحدة بس، وكمان هتاخدهم. العملية دي بتتم كل قد ايه؟ كل سنتين. طيب، حلو قوي. نظام يوفر لأصحاب المعاشات الوسائل الترفيهية كالرحلات والإقامة في المصايف. قلت لك التأمين الرعاية الاجتماعية. الشخص القادر على العمل والراغب. خد بالك، دي مش البطالة. في ناس قوي بيتعرف ده مصطلح البطالة. البطالة مش شخص، هو عايز الشخص نفسه. فاحنا بقول لك الشخص القادر على العمل والراغب فيه والباحث عن العمل من حيث الكفاءة والأجر اسمه العامل المتعطل. يعني هو بطال مش لاقي شغل فهو متعطل. حلو قوي. هو ضرر يلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ. أي ضرر يلحق بالجسم اسمه حدث. يقول لك الراجل ده عمل حادثة. يعني عمل حادثة؟ يعني هو ماشي كده فجرى له حاجة، فبيقول لك هو ضرر يلحق بالجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ، حاجة مفاجأة، فدي اسمها الحادث. يوفر الحماية التأمينية للعاملين من الأمراض والحوادث. تأمين المرض. مستر جبتها منين؟ ما قال لك أهو، التأمينية للعاملين من الأمراض والحوادث، يبقى تأمين المرض. زوال سبب استحقاق المعاش. الراجل ده ما بقاش هياخد معاش تاني بشكل بشكل نهائي يا بطل، بحيث يسقط الحق في المعاش. اسمه قطع المعاش. الإصابة بأحد الأمراض المهنية. الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية عمله اسمها إصابة العمل. المصطلحين دول بمعنى واحد. ركز لي عليهم الله يرضى عليك، ركز لي عليهم قوي. طيب، صليت على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالى يا سيدي ناخد اللي بعدها. طبعا دلوقتي أنت حضرتك يعتبر أنت خلصت جزء التأمينات مراجعة. لو في أي حاجة عيد الفيديو تاني وارجع لها تاني، وان شاء الله تلاقي الدنيا بسيطه. حاولنا نيسرها يعني على قدر المستطاع وعلى قدر الوقت اللي احنا عايزين نضغط فيه الفيديو. ولكن حضرتك دلوقتي وقف، روح حل على التأمينات وارجع لي تاني عشان تحل معايا على قانون الخدمه المدنيه. يلا بينا. انا جايبها لك الاول في صوره صح وغلط، وبعد كده هنلاقي اسئله تانيه متنوعه، لان الاجزاء دي يا جماعه ما بيخرجش عنها الامتحان. الورق ده اللي قدام حضرتك ده مش هيخرج عنه ان شاء الله في الاجزاء دي الامتحان. الشغل كله في قانون العمل، فاحنا هنشرح قانون العمل بالتفصيل، وده هنشرحه واحده واحده. طيب، ركز معايا. يعتبر كل مجموعه وظيفيه وحده مميزه. يعني ايه؟ بص بقى، خد بالك. يعني ايه قانون خدمه مدنيه الاول قبل ما نقرا؟ يعني ايه قانون خدمه مدنيه؟ قانون خدمه مدنيه، كلمه مدنيه اللي هو احنا، اللي هو البني ادمين اللي هم مش عسكري، اسمه مدني. يعني ايه مدني؟ يعني هو المواطن العادي، والدي ووالدتك وعمك والكلام ده كله. انما لو ليك حد في الجيش فده بيبقى اسمه عسكري مش مدني. فبيقول لك قانون الخدمه المدنيه. المدني ده اللي هو انا وانت بنشتغل موظفين عند الحكومه. بنشتغل ايه؟ ممكن نشتغل مثلا الراجل اللي بتروح تشحن عنده الكهرباء، ده اسمه موظف لدى شركه الكهرباء، لدى هيئه الكهرباء. فاي حد بيشتغل عند الحكومه بيسموه حاصل على وظيفه حكوميه. فده مقصود بيها كلمه قانون الخدمه المدنيه. طب ليه سموها خدمه يا مستر؟ لان هو بيخدم المواطن المدني اللي هو انت، مش العسكري. المهم يعني القصه دي بتتكلم عن ايه؟ ركز معايا. يعتبر كل مجموعه وظيفيه وحده مميزه. كل مجموعه كده، مجموعه الكهرباء، مجموعه المدارس، كل مجموعه كده وحده مميزه في مجال التعيين. هم اللي بيعينوا بناء على مواصفات معينه.
والترقيه بيرقوا وبيعمل عمليه النقل والندب والاعاره. طبعا الاجابه ايه؟ صح. وده سؤال مشهور قوي في الامتحانات. من الاجراءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القياديه تاجيل الترقيه عند استحقاقها. اسمعني بقى، صلى على النبي. الوظائف القياديه اللي هو مين؟ اللي هو الراس الكبيره، اللي هو الوزير مثلا. الوزير ده ما ينفعش نحرمه من الترقيه، ما ينفعش. الكلام ده ما بيتطبقش عليه. امال يا مستر ايه اللي بيطبق عليه؟ قال لك بيطبق عليه حاجه اسمها اللوم. يعني نقعد نجيب الوزير كده ونقول له ليه عملت كده سياده الوزير؟ فيقول لكم والله ما نزعلوش يا جماعه. نقول له خلاص سامحناك، مفيش اي حاجه. طيب بيقول لك ايه؟ طبعا انا مش قصدي وزير معين، انا بتكلم في المجمل. تنتهي خدمة الموظف تحت الاختبار إذا حصل في نهاية هذه الفترة على تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط. يعني إيه الكلام ده؟ موظف بنجيبه تحت الاختبار، عايزين نعين واحد فبنجيبه تحت الاختبار، فبنعمل إيه؟ بنقول له يا عم أنت معاك أهو. طبعا الفترة بتكون 6 شهور، يعني واحد بنجيبه عشان نعينوه قبل ما بنعين أي موظف بنجيبه تحت الاختبار 6 شهور، نفع ما نفعش خلاص بنمشيه. طب بنمشيه على اساس ايه؟ بنقول طبعا الراجل بيقعد يقيمه، بيجيب دفتر كده حضر امتى، جه الساعه كام، مش الساعه كام، بيعامل الناس ازاي، بيستخدم سلطته في نفوذه، بيعامل الناس بشكل وحش، الكلام ده كله، فبيديله تقييمات. فلو التقييم بتاعه اللي هي المرتبه بتاعته تقويم الاداء اقل من فوق المتوسط بنمشيه. فالراجل بيقول لك تنتهي خدمه الموظف تحت الاختبار اللي هو جاي ده اذا حصل في نهايه هذه الفتره اللي هي 6 شهور على تقييم اداء مرتبه اقل من فوق الايه؟ المتوسط. اقل من فوق المتوسط فانت بتمشي، فالاجابه صح. طيب يرخص للموظف بان يعمل 3 ايام عمل. الموظف بيعمل 3 ايام عمل اي جزء من الوقت، وفي هذه الحاله يحصل على 75% من اجره الوظيفي والايه؟ والمكمل. لا، بياخد اجره الوظيفي بس، يبقى انت الاجابه دي خطا. للموظف الذي جاوز سن ال50 أن يطلب إحالته للمعاش. موظف بلغ سن ال50، المفروض هو عند سن ال60 يطلع إيه؟ معاش، بس هو مش قادر يكمل. فقال لك أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذ هذه إجراءات تأديبية. يبقى الإجابة إيه؟ صح. يا راجل كويس ومحترم بس هو تعب فعايز يطلع للمعاش، بس ما فيش حد بقى عمل له تأديب أو أي حاجة، لأن التأديب ده بتحتاج تخلص المدة بتاعته. طيب يجوز ندب الموظف. مستر يعني إيه ندب؟ يعني ايه ندب يا مستر عبد الله؟ ندب ده يعني انت راجل نداب. يعني ايه؟ يعني انت عارف انت العيال اللي هي بتقعد في الامتحانات تلاقيه قاعد في التخته الاولانيه هوبا بقى قاعد في ال10 بقى قاعد في ال5 عمال يغير المكان بتاعه، ده اسمه مندوب. يعني ايه مندوب؟ راح يعمل حاجه معينه وراجع تاني، هو خد بالك ما سابش التخته بتاعته، التخته بتاعته هو قاعد فيها زي ما هو عمال يحل والدنيا تمام، بس في واحد صاحبه هناك ما هوش عارف يحل، فقال لك اما اروح هناك اخلص الشغلانه دي وارجع تاني. ده اسمه ايه؟ اسمه ندب. فالراجل بيقول لك ايه؟ يجوز ندب الموظف، نوديه مكان تاني في وظيفه اقل من وظيفته. لا يا باشا، لا، غلط. لازم تكون في وظيفه في نفس المستوى بتاعه او اعلى منها. يعني انت مثلا انا شغال في شركه مثلا، بديك مثال بسيط، ففي واحد زميلي غاب النهارده، بس زميلي ده اقل مني، انا مدير وهو مشرف، ما ينفعش اخد مكانه، ما ينفعش. لكن انا مدير وهو مدير، نسد مكان بعض. طب انا مدير وهو اعلى مني في الاداره، اروح مكانه عادي برضه، بس اقل لا، انا ما ينفعش يا باشا. طيب من اجراءات التي تقع على شاغلي الوظائف القياديه، ايوه، التنبيه واللوم. لو سمحت يا سياده الوزير ما تعملش كده تاني. حاضر يا ابني. يبقى الاجابه ايه؟ صح. طيب يستحق الموظفه اجازه وضع. يعني ايه اجازه وضع يا مستر؟ اجازه الوضع يا صديقي لما واحده بتكون حامل وبتوضع ابنها، فدي اسمها اجازه ايه؟ وضع، يعني بتولد بالبلدي كده يعني. لمده 3 اشهر، لا 4. يبقى دي اول غلطه اهي. بحد اقصى 3 مرات طوال مده ايه؟ عملها. يعني ايه طوال مده عملها؟ يعني طول ما هي شغاله، مش كل بقى سنه بقى تقول لك انا هجيب عيل واقعد اجازه 4 شهور، لا. فالناس بتقول لها يا جماعه انتوا اخركم كام؟ اخرك كام يا ماما؟ اخرك تولدي 3 مرات بس. هتستهبلي فيها شيل انت بقى ابنك ردها عندنا واقعدي عندنا. ما فيش اجازه. يبقى الاجازه بتاعت الست اللي هي اللي بتولد دي بتبقى كام شهر؟ 4 شهور. خد بالك عشان في اجازات الناحيه الثانيه في قانون العمل، لكن هنا قانون الخدمه المدنيه، فاجازه الوضع هنا بتكون كام شهر؟ 4 شهور. كم مره بقى كم مره في تاريخ عمرها كله او في خدمتها كلها؟ 3 مرات بس، يعني ما تولديش اكتر من 3 مرات. طيب وفي اتفاقات على كده، هي تولد براحتها بس مش تاخدي اجازه. طيب بحد اقصى 3 مرات طوال مده ايه؟ عملها. يبقى الاجابه خطا لان هم 4. لا يسري قانون الخدمه المدنيه اللي هو على الوزارات، هو اصلا ما بيسريش غير على الوزارات والاجهزه الحكوميه والهيئات العامه. يبقى الاجابه غلط. يبقى هو لو كان شال كلمه لا دي كنت قلت عليها صح. هو يسري قانون الخدمه المدنيه على الوزارات والاجهزه الحكوميه والهيئات الايه؟ العامه. طيب
يوضع المعين لاول مره تحت الاختبار، الراجل اللي احنا جايين نعينه، المعين ده اللي احنا جايين نعينه اللي هو 6 شهور، يوضع المعين لاول مره تحت الاختبار لمده 6 اشهر من تاريخ تسلمه للعمل. الاجابه صح. لا يمكن نقل الموظف من ذوي الاعاقه. صلى على النبي. الاجابه صح. موظف مثلا عنده اعاقه معينه، فالدوله بترتب له الشغل بتاعه ازاي؟ بتقول له يا عم انت محلك ايه او انت ساكن فين، ولكن ساكن في كفر الشيخ، فهي ما بتبعدوش في وظيفته عن كفر الشيخ، وما بينفعش تنقله ولا تعيره ولا تندبه ولا اي حاجه، هو قاعد في كفر الشيخ لانه عنده اعاقه، فمش هينفع نوديه مثلا القاهره، مش هينفع نوديه مثلا اسكندريه كمندوب او اعاره، ما ينفعش. لا يمكن نقل الموظف من ذوي الاعاقه، مكانه ثابت. طيب يجوز شغل وظيفه. يعني ايه شغل وظيفه؟ صلى على النبي. دلوقتي حضرتك مثلا جالك اعاره، كنت شغال مثلا في مدرسه معينه، انا بديك طبعا مثال، مدرسه، جالك اعاره لمدرسه ثانيه مثلا في السعوديه، فانت اكيد سبت مكانك في الشغل هنا، سبت الوظيفه بتاعتك ورحت اشتغلت في وظيفه في مدرسه في السعوديه هناك، فوظيفتك هنا فاضيه، ينفع نسيبها فاضيه على طول؟ قال لك لا. قال لك لو مر سنه، يعني الراجل ده هيغيب سنه، ينفع ان احنا نعين واحد تاني مكانه. تعال نقرا، بيقول لك ايه؟ يجوز شغل وظيفه المعار اذا كانت مده الاعاره سنه او ايه او اكثر. طب لو اقل من سنه، اقول لك مش مستاهل، مش مستاهل نجيب حد مكانه. طيب كلام سهل قوي. تعالى صليت على النبي، تعالى واحده واحده، مش عايزك تزهق مني. زهقت وقف الفيديو، روح اشرب شاي، العب اضرب اي حد من اخواتك وارجع لي تاني، مش عايزك تبقى مش مركز. طيب سيبك مني، انا كده كده قاعد بشرح، انا مبسوط، الدنيا تمام، عمال العب واشخبط اهو، انت اللي وراك امتحان بكره فانت اللي مضغوط. طيب غير مسموح بالاجازه بدون اجر. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ طبعا مسموح. طب ازاي يا مستر؟ قال لك والله يا باشا، العامله مثلا في الشغل او اي حاجه عايز ياخد اجازه، يقول لك يا جماعه انا عايز اخد اجازه مفتوحه بس ياخد عليها اجر. لا يحظر على الموظف استغلال نفوذه. اسمعني بقى، موظف مثلا في قطاع شركه الكهرباء، بينك وبينه مشاكل، هو جارك بينك وبينه مشاكل، رحت انت تشحن كارت الكهرباء لقيته قاعد هناك، فانت بتعامله كانه موظف بره عن اي حاجه بينك وبينه، فبتقول له يا عم انا عايز اشحن الكهرباء، فالراجل بيدي لك الايه، بتاخد منه الكارت، بياخد منك الكارت يشحن لك الكهرباء ويمشيك. هو بقى لو حطك في دماغه ما نشحن لك، امشي من هنا، انا الموظف، الكلام ده ما ينفعش كده، هو بيستغل سلطته ونفوذه. فبيقول لك المفروض كان الراجل يقول لك ايه؟ يحظر على الموظف استغلال نفوذه. ما ينفعش يستغل نفوذه، بس هو نفى الجمله، قال لك لا يحظر على الموظف، فالاجابه طبعا ايه؟ خطا. خد بالك عشان الحاجات دي بتلخبط في الامتحانات. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى يا سيدي، احنا قلنا يعني ايه ندب، عرفنا يعني ايه ندب، الواد اللي قاعد في التخته فتختته ثابته قدام فبيرجع ورا يغشش العيال ويرجع تاني، يقوم بوظيفه معينه جزء كده من الوقت ويرجع تاني. طيب انا عندي الندب الجزئي وعندي ندب كلي، يعني يا اما ننقلك من التخته بتاعتك نوديك تخته تانيه بشكل مؤقت، ده اسمه ايه؟ اسمه ندب جزئي. يبقى الندب الجزئي هو القيام مؤقتا بعمل وظيفه اخرى جزء من الوقت، جزء من الايه؟ الوقت، يبقى ده ندب ايه؟ جزئي. طب يعني ايه ندب كلي؟ قال لك القيام مؤقتا بعمل وظيفه اخرى، نفس التعريف اهو، من ذات المستوى الوظيفي لمده لا تجاوز 4 سنوات. ده 4 سنين، يبقى انا ندب ايه؟ كلي، ده احنا بنشيلك 4 سنين. طيب يبقى اللي جزء من الوقت يبقى ده ندب ايه؟ جزئي. كلام جميل. تعالى يا باشا ناخد اللي بعدها. انا مش هعرف، احنا امكانياتنا ضعيفه جامد يا جماعه، احنا كنا عايشين بسبوره بدائيه وحاجات غريبه كده. طيب عليه افضل الصلاه والسلام. تعالى يا جميل، الوحده. مستر يعني ايه وحده؟ مثلا يقول لك ايه؟ الراجل ده رايح الوحده، احنا عندنا الوحده في الارياف معناها ايه؟ معناها المستشفى. فالوحده مقصود بها ايه؟ قال لك تشمل الوزارات والمصالح والمحافظات، اي حاجه تبع الوزارات او المصالح، مصلحه حكوميه، قطاع الكهرباء، قطاع الميه، اي حاجه او اي محافظه، دي بيبقى اسمها ايه؟ وحده. خد بالك عشان الاسئله دي بتيجي في وصل كتير قوي. التاريخ الوظيفي، يعني ايه تاريخ وظيفي؟ قال لك تشمل تقارير تقويم الاداء والانجازات التي ايه؟ حققها. يعني ايه؟ الموظف ده تاريخه ايه؟ يعني ايه تاريخه ايه؟ يعني تقييماته ايه؟ يعني سلوكياته ايه؟ هل هو راجل كويس ولا وحش؟ طب تعرف منين؟ نعرف من التقارير بتاعه الاداء والانجازات التي ايه؟ حققها. طيب العلاوه التشجيعيه مهمه قوي دي، قال لك تمنح بواقع 5% من الاجر الوظيفي للموظف. يبقى العلاوه التشجيعيه دي، علاوه يعني ايه؟ يعني احنا بنشجع الراجل، بنديله حاجه اسمها علاوه، فبنديله علاوه عباره عن 5% زياده من الاجر الوظيفي. طيب الاجازات مهمه قوي الجزء ده.
الاجازه الاعتياديه، يعني ايه اجازه اعتياديه؟ يعني اجازات على طول على طول على طول معتادين عليها. قال لك هي عباره عن 45 يوم لمن تجاوز سن الكام؟ ال50. يعني اي حد سنه زاد عن ال50 الراجل ده بياخد اجازه زياده عن الناس العاديين لانه راجل تعبان، فدي بنسميها اجازه ايه؟ اعتياديه. طيب حلو قوي. من السمات الشخصيه، يعني ايه سمات شخصيه؟ يعني اي موظف سيدي الفاضل بيكون ليه قدر معين من السمات. يعني ايه؟ يعني الراجل ده لازم يكون متوفر فيه حاجات معينه عشان نختاره كموظف. فالراجل بيقول لك من السمات الشخصيه، بيقول لك مهارات القياده، يبقى عنده مهارات الايه؟ القياده، يكون قائد. ثم اتخاذ القرار والايه؟ والابداع. كلام حلو قوي. طيب قانون الخدمه المدنيه اللي احنا بنتكلم عليه اصلا، قانون الخدمه المدنيه تسري احكامه على الوظائف في الوزارات والاجهزه الايه؟ الحكوميه تبع الحكومه. من ضوابط تقويم الاداء، تقويم الاداء، انا سمعت الجمله دي قبل كده يا مستر. تقويم الاداء او تقويم الموظف مرتبطه بحاجه اسمها الايه؟ الاداء. يبقى من ضوابط تقويم الموظف معدل الاداء الذي يتم تحديد كل ايه؟ وظيفه. طيب تعالى معايا، تعالى النقطه العاشره، الاجازه العارضه. مستر يعني ايه اجازه عارضه؟ يعني احنا عندنا، خد بالك، في للبنات بس اللي ما تعرفش، احنا عندنا الشبكه اهي، ادي الشبكه، فاي حد بيشوط الكوره، اي واحد بيشوط الكوره، فهي لو جت في العارضه، يعني لو جت في الحته ده اهي، فهما بيدوا له اجازه. ولا انا بهزر؟ اللي تكتبها له كده في الامتحان. الاجازه العارضه يا صديقي قال لك يستحقها الموظف لمده 7 ايام في السنه. طب ليه يا مستر اجازه عارضه؟ يعني ايه؟ انا واحد شغال في وظيفتي عادي، فجاه حد من اهل بيتي تعب، بعد الشر طبعا، يعني والدي تعب او والدتي تعبت، فانا هعمل ايه؟ فانا هقوم رايح قايل لهم يا جماعه لو سمحتوا انا مش هينفع اكمل الشغل النهارده، انا عايز اقسم من اجازات العارضه. طب انا ليا كام يوم اجازه في السنه؟ ليا 7 ايام اجازه في السنه عارضه، يعني انا اقدر انزل فيهم براحتي 7 ايام دول. بس بعد ال7 ايام مالكش بقى، اي حد توفى، اي حد مش عارف ايه، ما تنزلش، انت زي ما انت خلصت اجازاتك وانت تتلكك لنا. طيب الاجازه الدوريه باستمرار يستحقها الموظف سنويا، دي موجوده على طول في الاول من يوليو. ليه الاول من يوليو؟ لان القطاع الحكومي بيبدا من 1/7، 7% مقابل 7% من الايه؟ من الاجر الوظيفي. يبقى دي حاجه اسمها الاجازه الايه؟ الدوريه. من شروط التعيين، عشان نعين اي موظف يجب ان يكون محمود السيره. واحد يقول لك محمود السيره ده انا عارفه بيقعد معانا على النص هناك. لا مش قصدي كده. محمود السيره معناها ان هو سيرته كويسه، يعني مالكش دعوه، مالكش دعوه. طيب تعالى، صلى الله على محمد، اكتب المصطلح العلمي. مستر انا دماغي امتحان كده هتسرب الصبح. بص يا صديقي، اتسرب الصبح ما تسربش، انت بتراجع مراجعه شامله. معنى كل لما تزهق وقف، ريح شويه، ارجع تاني، راجع معلوماتك، رتب دنيتك، الامور كلها سهله. البي دي اف ده يكون معاك ما تقلقش. طيب اكتب المصطلح العلمي. بيقول لك تشمل الحصول على درجه علميه. اسمع بقى عشان دي مفتاح الحل. المصطلح العلمي ده ليه مفاتيح للحل. تشمل الحصول على درجه علميه واجاده لغه اجنبيه زيك كده، انت معاك درجه علميه اللي هي الدبلوم، وعندك لغه اجنبيه الفرنساوي والانجليزي. حلو قوي. والقدره على التعامل مع الحاسب الالي. امتحنت انت حاسب الي، مبرشم انت. ده اسمه ايه؟ اسمها القدرات العلميه. انا عارف ان قدراتك العلميه تفوق اي حد، انا عارف. تشكل من احد المتخصصين. بنجيب ناس متخصصين نشكلهم. يعني ايه نشكل؟ نقعد نعمل كده؟ لا يلا نشكل، يعني نجيب واحد من هنا على واحد من هنا. تشكل من احد المتخصصين والمسؤول الاول عن الشؤون القانونيه واحد اعضاء اللجنه النقابيه. اسمعني، انت ما عندكش غير لجنه الموارد الايه؟ البشريه. فظل الله يرضى عليك. دي مهمه قوي، دي يا جماعه مهمه جدا، مهمه. قيام الموظف بالعمل المنوط به. يعني احنا ادينا له عمل معين، هو بيعمل الشغل ده ويعمله بدقه وامانه وانجاز في المواعيد المناسبه. مستر الراجل ده جميل جدا. طب الراجل ده هنسميه، يعني نكتب المصطلح ده اسمه جميل جدا او شغلانه كويسه؟ لا، ده اسمه السلوك الوظيفي. يعني ايه سلوك وظيفي؟ يعني الدوله بتبقى عايزه منك ان كل الموظفين يعملوا كده، ان هو يعمل شغله بنفسه، ما يتكلش على حد، وبدقه وبامانه في المواعيد الايه؟ المناسبه. ده اسمه السلوك الايه؟ الوظيفي. طيب يستحقها الموظف لمده 30 يوم لمن امضى 10 سنوات في خدمته. قال لك الاجازه الاعتياديه. مستر مش انت قايل الاجازه الاعتياديه عباره عن 45 يوم للناس اللي هم معديين ال 50 سنه؟ ايوه، واللي ما عدوش ال 50 سنه اللي هم قعدوا فتره 10 سنوات بس في خدمتهم، لا ده بياخد كام؟ بياخد 30 يوم بس، اسمها الاجازه الايه؟ الاعتياديه. طيب
تسري احكامه على الوظائف في الوزارات والاجهزه ووحدات المحليه والهيئات العامه، طبعا قانون الخدمه المدنيه، وده مهم جدا عشان خد بالك ده يجي لك في عرف، يجي لك في وصل، بيجي يعني بيجي. طيب، كل ما يحصل عليه الموظف بخلال الاجر الوظيفي اسمه الاجر المكمل. مستر لا، المفروض الاجر المتغير. لا، الاجر المتغير كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الاجر الاساسي اسمه الاجر الوظيفي او الاجر المتغير. انما الاجر المكمل كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الاجر الوظيفي. بالله عليك فرق ما بينهم. اجازه ينقطع فيها الموظف عن العمل لمده لا تتجاوز 7 ايام. 7 ايام اسمها اجازه العارضه او الطارئه، خد بالك عشان ممكن تجي لك كده او كده، طارئه او عارضه. طيب، تشمل مهارات القياده واتخاذ القرارات والابداع، طبعا السمات الشخصيه، وده مهم جدا قوي عندك في الامتحان. طيب تعالى يا باشا، اخر جزء في قانون الخدمه المدنيه. تعالى، صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لك القيام مؤقتا بعمل وظيفه اخرى من ذوي قيام مؤقتا. مستر قيام مؤقتا ده الندب مبدئيا كده. وظيفه اخرى من ذات المستوى او الذي يعلوه جزء من الوقت. قال لك جزء من الوقت يبقى ده الندب الجزئي. انما لو قال لك لمده 4 سنوات تقوله ده الندب الكلي. طيب، اسئله متنوعه بتيجي في اكمل، وده مهم قوي. يستحق الموظف، ده على فكره جمع لك بقى الافكار كلها اللي فوق، مهمه قوي دي، ركز عليها. يستحق الموظف اجازه لسبب عارض لمده لا تتجاوز 7 ايام، لان دي لسبب عارض يعني اجازه عارضه. طيب، خلال السنه كما يستحق اجازه مرضيه. بياخد اجازه مرضيه عباره عن كام؟ قال لك عباره عن 3 شهور. يبقى الاجازه المرضيه بتاعت الموظف عباره عن 3 شهور، الاولى باجر كامل. وتستحق الموظفه اجازه وضع 4 شهور، اتكلمنا عنها اجازه الوضع. بحد اقصى كم مره؟ 3 مرات طوال عملها. كما يتم تخفيض ساعات العمل اليومي للموظف الذي لديه ولد من ذوي الاعاقه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في موظف سيدي الفاضل، مثلا احنا قلنا ان احنا مواعيد العمل مثلا 8 ساعات، ده مثال. في موظف عندنا عنده ابن يعني بعد الشر علينا كلنا معاق، عنده اعاقه معينه. فاحنا بنقول للراجل ده احنا هنخفف عنك ساعات العمل، مثلا نخليها له 7، نخليها له 6، المهم ان يعني على حسب هو شغال في ايه. تنتهي خدمه الموظف عند بلوغه سن ال60 او الفصل من الخدمه. يبقى الراجل ده بتنتهي خدمته امتى؟ يا اما ان هو وصل لسن ال60 فبنقول له اقعد يا حاج في البيت وهنطلع لك معاش، او الراجل ده مزهقنا في عيشتنا فقررنا احنا نفصله من الخدمه خالص، فالراجل ده تنتهي خدمته. او الانقطاع عن العمل بدون اذن لمده 15 يوم متتالي في السنه، او عدم اللياقه للخدمه صحيا، خلاص صحته بقتش تسمح ان هو يشتغل. اسمع بقى الحته اللي جايه دي عشان دي مهمه قوي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك او الحكم عليه بعقوبه جنائيه. يعني ايه عقوبه جنائيه؟ يعني الراجل ده اتحبس في جريمه قتل او جريمه شرف، فبنقول له يا باشا انت تقعد في البيت ما تجيش تاني، انت اتفصلت من الخدمه، انت موظف جبت لنا العار. او عقوبه فقد الحياه، ان هو خلاص بقى عقوبه الاعدام. صليت على النبي. طبعا احنا كده خلصنا الاجزاء اللي هي بتاعه خلصنا قانون الخدمه المدنيه. دلوقتي انا عايز منك انك توقف قانون الخدمه المدنيه وتروح تراجع عليه من نماذج الامتحانات وتحلها، وصدقني هتعرف تحل وهتنبسط. واول ما تخلصهم ترجع لي تاني بقى عشان نشرح مع بعض قانون العمل. طيب يا جماعه، احنا ان شاء الله نكمل مع بعض جزء قانون العمل، وعايزك بقى تركز في الجملتين اللي انا هقولهم دول. قانون العمل ده بيجي فيه اكتر كميه من الاسئله النظري، وكمان الاسئله بتاعته ما تكونش متوقعه، لان هو بيجيب لك من قلب الكلمات نفسها او من قلب الكلام نفسه. فانت محتاج تعرف ايه؟ محتاج تراجع الجزئيه دي كلها على قدر المستطاع. فانا هركز لك على الحاجات الرئيسيه اللي هو بيجي يسالك فيها، زي مثلا لما يجي يسالك في الراي القانوني. الراي القانوني ما بيجيش غير في قانون العمل. فالراي القانوني ده انت مش هتعرف تحله الا لو عندك الماده نفسها في دماغك. طب انا يا مستر عبد الله مش هلحق دلوقتي اذاكر الماده كلها، انا هذاكرها لك واحده واحده. الجزئيه اللي فاضله دي خليك معايا مش هنغيب فيها، وسهله جدا بس مش صح وغلط. اول حاجه، يعني ايه قانون العمل الاول؟ يعني ايه تعريف قانون العمل؟ لان التعريف ده خد بالك مهم ليه بقى؟ لان ساعات بيجي لك في يجي لك مثلا في اكمل، وجا كتير قوي في اكمل وعايزك تراجع ورايا. فانا هقوم قايل له يا مستر قانون العمل هو مجموعه القواعد القانونيه التي تحكم علاقات العمل الفرديه والجماعيه بين اصحاب العمل والعمال. مستر مش فاهم حاجه. امال يهمك يا قلبي؟ تعالى انا اقول لك، صلى على النبي.
تخيل معايا، احكي لك قصه كده جميله قوي. تخيل معايا ان انت مثلا في العصر القديم ده، من مثلا من 100 سنه مثلا، كان الناس بتشتغل عند اصحاب الاعمال. واحد انا مثلا جاي افتح مصنع، واجي اجيب ناس تيجي تشتغل عندي عماله، فانا كده اسم صاحب العمل هم اسمهم الايه؟ العمال. فالعمال دي ما كانش لهم الاول حقوق، يعني بديهم اجر رمزي جدا، يا دوبك ياكلوا ويشربوا بيه، بعاملهم ما لهمش اجازات، بعاملهم انا اسف يعني معامله العبيد، اللي هو ملوش اي حق من حقوق، طول ما انا اوكلك وبشربك ما تتكلمش. الدوله طبعا اعترضت على الموضوع ده، لان فعلا كان في ظلم. الاول تلاقي مثلا عامل بيشتغل بياخد 1000 جنيه، 1000 جنيه يا عم طبعا زي دلوقتي. فالدوله بتحط حد ادنى للاجور، وبتحط حاجات كتيره قوي عشان تنسق قانون العمل. فقانون العمل هو عباره عن مجموعه القواعد القانونيه. الدوله بقى تدخلت قواعد قانونيه التي تحكم علاقات العمل الفرديه. يعني ايه علاقه عمل فردي؟ يعني واحد عنده مصنع، ده اسمه عمل فردي. والجماعيه بين اصحاب العمل والعمال، بين اصحاب العمل ومين؟ والعمال، يعني هي بتنظم العلاقه ما بينهم. طيب ايه هي انواع العمل الانساني؟ هي انواع العمل اصلا عشان ناخد بالك، الجزئيه دي مهمه. في عندي عمل عام وعمل خاص. العمل العام هو العمل الذي يتم لحساب شخص من اشخاص القانون العام، يعني ايه؟ تبع الدوله. يبقى العمل العام اللي هو الوظيفه اللي تبع الدوله. انما العمل الخاص قال لك هو العمل الذي يتم لحساب شخص من القانون الايه؟ الخاص. يعني ايه يا مستر عبد الله؟ يعني انا مثلا فاتح سنتر، هل انا بشتغل عند حد؟ لا، ده اسمه عمل ايه؟ خاص. لكن انا لو بشتغل عند الدوله ده اسمه عمل عام، وظيفه. طيب حلو قوي. العمل الخاص ده بقى في منه انواع، ركز بقى معايا الله يرضى عليك. عندي منه حاجه اسمها عمل مشترك. عمل ايه؟ مشترك. عندي حاجه اسمها عمل مشترك. يعني ايه عمل مشترك؟ قال لك هو العمل الذي يقوم به الشخص تحت سلطه جماعيه ويخضع للقانون الايه؟ المدني. يبقى ده تبع القانون الايه؟ المدني. طيب عندي حاجه اسمها عمل مستقل. هو العمل الذي يستقل به الشخص لنفسه دون اشراف وتوجيه. الدكتور والمحامي. الدكتور محدش بيشرف عليه، فاتح عياده. المحامي فاتح مكتب محاسبه. المحاسب فاتح مكتب محاسبه. المحامي فاتح مكتب ايه؟ محاماه. فانا مش مضطر ان انا حد يوجهني. ده اسمه عمل مستقل، انا شغال لوحدي. يبقى في عمل مشترك 3 شغالين مع بعض، في عمل مستقل انا شغال لوحدي. ده بقى اهم حاجه اللي بيتكلم عليها، اسمه العمل التابع. انا شغال عند حد اللي هو بيخضع لقانون العمل. العمل الذي يتم تحت اشراف وتوجيه صاحب العمل ويجب ان يكون باجر. يبقى من شروط العمل التابع ان يكون ماجورا. خد بالك، ان يكون ماجورا وان يكون خاص وتبع الايه؟ تبع العمل الايه؟ الخاص. يبقى قانون العمل ده العمل التابع ده اهم حاجه، ده احنا بنتكلم فيه اصلا. طيب ركز معايا بقى. بيقول لك هام جدا الأعمال التي لا تخضع لقانون العمل. العمل العام مش تبع قانون العمل. العمل المشترك ده مش ده تبع القانون المدني. العمل المستقل، واحد شغال لوحده، ده ملوش قانون عمل، مفيش أصلا حد بيحكم حد، أنا لوحدي. ده التبرع. إنما العمل الذي يخضع لقانون العمل العمل التابع. مهم قوي يا جماعة الله يرضى عليكم، لو واحد بيشتغل عند واحد. اذكر أهمية قانون العمل. قانون العمل ده مهم في إيه؟ قال لك ضرورة اقتصادية لمواجهة تكاليف الحياة. صلت على النبي. ما هو أنا حضرتك الفاضل لما أنا كنت عبد من العبيد وكنت شغال عندكم وما كانش بتدوني أي حق من الحقوق وما كانش فيه قانون عمل، ما كانش أعرف أصرف على أهل بيتي ولا أكل وأشرب كويس. فكان الموضوع مفيش لما قانون العمل نزل بقى هو ضرورة اقتصادية لمواجهة تكاليف الحياة. قال لك وسيله لتحقيق الذات والاهداف واثبات الوجود. انا لما بشتغل عند حد بس انا عارف ان المكان ده فيه ترقيه والمكان ده هيديني عائد مادي محترم، مثلا 50,000 جنيه في الشهر، فانا هقدر اجيب عربيه وعندي اهداف معينه وعندي طموحات معينه وعايز ابني بيت وابني اسره واتجوز. لو العمل مش هيعمل لي كده مش هيكون عندي اهداف. فالراجل بيقول لك هو وسيله لتحقيق الذات والاهداف واثبات الوجود. طيب تنظيم العلاقة أصلا ده التعريف بتاعه بين العمل ورؤوس الأموال المستثمرة في الإنتاج اللي هم أصحاب الأعمال. تقليل نسبة البطالة، ما أنا كده أنا هشتغل بقى، وزيادة القوة الشرائية للتنمية الاقتصادية. تحسين مستوى المعيشة، هاخد أجر وهاخد أجازات وهاخد رعاية طبية وعندي أجازات عارضة، يبقى الموضوع فيه رفاهية شوية. طيب يبقى قانون العمل طبعا مهم، ده جاي ناقصهم. شروط سريان العمل، تعالى يا سيدي. من حيث الموضوع لازم يكون عمل خاص، لان العمل هو لازم يكون عمل تابع، خد بالك. والعمل التابع ده اهو من شروطه لازم يكون باجر وهو اصلا تبع العمل الخاص. فالمثال محلول. شروط سريان العمل يعني بيتطبق على مين؟ من حيث الاشخاص قال لك كل من ارتبط بعقد عمل، اي حد بينه وبين حد عقد عمل
ده بيخضع لقانون الايه العمل، ما عدا العاملين بالجهاز الاداري للدوله، ده تبع الدوله مش تبعنا، عمال الخدمه المنزليه، الناس اللي بيشتغلوا في البيوت، افراد اسره صاحب العمل، كل دول حتى لو بينهم عقد ده لا يخضع لقانون الايه العمل. حلو قوي. بقول لك طوائف لا تخضع لاحكام عقد العمل، ده مهم جدا، ركز معايا، مهم قوي. العامل البحريون او العاملون البحريون، الناس اللي شغاله في مراكب الصيد والكلام ده كله، ده يا باشا لا يخضع لقانون العمل. ليه؟ لان هو لازم يكون في مثلا البحر، هم عايزين يخشوا دلوقتي، عايز ياخد اجازته مثلا، فهو لو عايز ياخد اجازته وهو في قلب البحر فهو مش هيعرف، لان مثلا البحر ممكن يكون عالي، ممكن يكون فيه سمك النهارده، فدول ما بيخضعوش لقانون ايه العمل. ده يا باشا اصلا ما فيش ما بينهم بعض عقد عمل. ليه؟ لان انت انا كصياد مثلا، عندي مركب، انت ما عجبتنيش الشغل همشيك واجيب واحد تاني مكانك. طيب عمال المناجم والمحاجر، الناس اللي بتشتغل في المناجم والمحاجر بيبقى عرضه لاصابات كتيره، فهم ما بيعملوش مع بعض ايه عقد عمل. العاملون بالمدارس الخاصه ما فيش يا باشا، ما فيش عقد العمل. العاملون بالايه؟ العاملون تعالى بالمنطقه الايه الحره، العاملون بالمؤسسات الصحفيه، مؤسسه صحفيه تبع الصحافه، العاملون بالنقابه العماليه، كل دول لا يخضعوا لعقد الايه لعقد العمل. مهم قوي دي. طيب تعالى اللي بعدها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جالي حاجه بقى اسمها الاضراب، بتيجي قوي في الراي القانوني وبتيجي كتير قوي كتره، يعني بتيجي في المصطلح وبتيجي في صح وغلط. مهم قوي الاضراب ده. مستر يعني ايه اضراب؟ قال لك الاضراب يا قلبي ان انت مثلا شغال عند واحد فتعصبت، زهقت منه، مسكته وضربته. هل ده معنى الاضراب؟ لا. انا شغال عند حد وفجاه لقيته ما بيدينيش حقوقي، او حسيت ان انا مظلوم، او ما باخدش مرتبي، فبعمل عمليه اضراب انا ومجموعه من زمايلي. والاضراب ده لازم يكون جماعي، يعني كلنا نعمل مع بعض اضراب عن العمل. يعني ايه اضراب عن العمل؟ مقموصين بالمنتهى الصريح كده، احنا مقموصين منك يا عم، مش شغالين عندك. فالراجل بيقول لك اولا شروط الاضراب، لازم الاضراب ده يكون ايه؟ لازم الاضراب يكون جماعيا مش لوحدي. عن تنفيذ عمل مكلف ايه به، يعني الاضراب ده لازم يكون عن عمل مكلف ايه به، ما ينفعش ان انا مثلا ابقى عامله من دماغي. يبقى لازم اولا شروط الاضراب لازم يكون جماعيا، لازم يكون عن تنفيذ عمل مكلف به. طيب بغير رضا صاحب العمل، يعني خد بالك الاضراب ده ما بيكونش يعني واحد مثلا قال لصاحب العمل خد بالك احنا هنعمل اضراب، فقال له ماشي اعمل اضراب براحتك، انا مسموح لك تعمل اضراب. ده ما اسموش اضراب. ليه؟ انت سمحت لهم اصلا، انت اللي قايل لهم يعملوا اضراب. فلازم يكون بغير رضا صاحب مين؟ العمل. الحصول على مطالب مهنيه، يجب ان يكون تبع الحصول على مطالب ايه؟ مهنيه. طيب وخد بالك ده اصلا تعريف، يعني ده يعتبر تعريف، يعني شروط الاضراب هو يعتبر تعريف الاضراب اصلا. طيب منشآت بقى محظور الاضراب بها، ما ينفعش في بعض الحاجات او بعض المنشآت او الشركات ما ينفعش يبقى فيها اضراب. زي ايه يا مستر عبد الله؟ ما ينفعش تعمل فيها امتناع عن العمل، ده انت تتحبس تتحاكم لو عملت امتناع عن العمل. زي ايه؟ قال لك زي منشآت الامن القومي، يعني الجماعه اللي هم بيحرسون الامن القومي، امن الدوله، الجماعه دول ما عندهمش اضراب. انت تبع الدوله، انت يا باشا انت في منطقه حساسه، ما ينفعش تعمل عمليه اضراب. المستشفيات والصيدليات، تخيل انت عيان يا عيني مثلا جات له اصابه في رجله ولا حاجه وبينزل دم والدنيا بايظه وعايزين حد يخيط له، فجاء حد يخيط له قال لك والله يا باشا الموظفين او اللي هم يعني في المستشفى مقموصين مش عايزين يشتغلوا، عاملين اضراب. يا جدعان رجلي بتوجعني واحنا مش شغالين. لا، يبقى هم منعوا عشان خاطر ما يحصلش مشكله، منعوا ان هم يعملوا عمليه اضراب. مفيش حاجه اسمها اضراب في المستشفيات والصيدليات. مياه الشرب والكهرباء والغاز، القطاعات دي كلها ما ينفعش فيها ايه؟ ما ينفعش فيها، لان الحياه تقف اصلا. المخابز ما ينفعش في المخبز. الاتصالات، المؤسسات التعليميه ما ينفعش. وسائل النقل العام، المواصلات ما ينفعش برضو. طيب المطارات والمواني، المطار ما ينفعش يبقى فيه اضراب. الدفاع الايه؟ المدني، كل دول يا جماعه حاجات الدنيا تتخرب لو حصل فيها اضراب، ما ينفعش. فلازم الحاجات دي كلها تكون شغاله باستمرار، حتى ان في بعض المستشفيات ان القانون بتاعها المستشفيات والصيدليات ان هي بتكون شغاله 24 ساعه. طيب تعالى يا جميل، الاغلاق. يعني ايه اغلاق يا مستر عبد الله؟ قال لك والله يا باشا احنا عايزين نمشي الناس اللي عندنا، ده اسمه اغلاق. يعني ايه اغلاق؟ انا واحد مثلا فاتح مصنع، ربنا يدينا ويديكم كده، و ده مثال، خد بالك انا ما عنديش مصنع ولا حاجه، لحد يقول لك المستر عنده مصنع، ما عنديش مصنع عالم ده. هو
مثلا حضرتك انا عندي مصنع والدنيا ما اشتغلتش زي كورونا، فتره كورونا مصنع كان شغال فجاه الدنيا ما اشتغلتش، الدنيا وقفت. فانا المفروض كده هقفل، ده اسمه ايه؟ الاغلاق. فانا لما اجي اقفل همشي عمال. فلما امشي عمال هل بقى في شروط معينه؟ قال لك تعالى معايا. الاغلاق شروط واجراءات اغلاق المنشاه. اول حاجه ما ينفعش تقفل كده على طول، لازم تعمل اجراءات الاول. تقديم صاحب العمل بطلب اغلاق لجهه مختصه. كم مصنع لازم يبلغهم بالجهه دي. يشمل الطلب على اسباب وعدد وفئات العمال، هتقفل ليه وكم عامل عندك وكم فئه عندك من العمال. تشاور صاحب العمل مع المنظمه النقابيه على اختيار العمال المستغني عنهم، هتمشي كم عامل. طيب، احضار الموافقه خلال 30 يوم، ودي مهمه قوي، من تاريخ تقديم الطلب. يقدم صاحب العمل مكافاه العمل. خد بالك، صاحب العمل خلاص هيمشي الناس، ما خلاص بقى المنشاه هتقفل، فبيدوهم مكافاه. المكافاه بتتحسب ازاي؟ قال لك شهر عن كل سنه من السنوات ال5 الاولى. يعني هو لو قعد 5 سنين ياخد مثلا، بيقبض في الشهر مثلا 2000 جنيه 2000 جنيه. فلو قعد 5 سنين ياخد عن كل سنه شهر. ياخد عن كل سنه كام؟ شهر. يبقى هو هياخد في ال5 سنين هياخد 5 شهور. طب هو يقبض في الشهر كام؟ 2000. ف2000 في 5 تديني 10000 جنيه، هنديله 10000 جنيه. طيب، انما لو هو قعد مثلا 10 سنين في الشغل، هناخد ال5 سنين الاولانيين هنطبق عليهم القاعده دول، هنديله عن كل شهر في ال5 سنين، عن كل سنه اللي هو ال5 شهور يعني شهر مكافاه. طيب كده في 5 سنين تانيين. ال5 سنين التانيين قال لك بنديله شهر ونص مكافاه، مش شهر واحد. نديله عن كل سنه قعدها شهر ونص مكافاه. هنا كانت شهر، هنا شهر ونص. قال لك شهر ونص عن كل سنه تجاوزت ال5 سنوات، تجاوزت ال5 سنوات بعد ال5 سنين. طيب يعني ايه بقى مستر؟ طب احنا اقنعناه انه ما يقفلش المنشاه، قلنا له يا عم حرام عليك هتمشي العمال ده كلهم. فالراجل اقتنع، فقال لك ايه؟ قال لك يا عم بدل ما انا اقفل المنشاه بتاعتي دي، طب ما انا يبقى في بدايل عندي. قال لك تعالى واحده واحده. قال لك تعديل شروط العقد بصفه مؤقته، مثل تعالى نعدل في شروط العقد. العقد مثلا انا كان عندي عمال كتير، عندي مثلا 100 عامل، فبدل ما امشي ال100 عامل دول، لا اعدل العقد بتاعهم. ازاي؟ قال لك نقص اجر العامل. اقول له يا جماعه والله دلوقتي مفيش شغل، وانت بتقبض مثلا يعني 5000 جنيه، ودي فتره كورونا والدنيا صعبه عليا وما عنديش، على فكره في الناس عملت كده، وما عنديش اي فلوس جايه لي، فمعلش بدل ما تقبض 5 هنديك 3. موافق؟ قال لك والله موافق. خلاص اشتغل معانا وكمل. نقص ساعات العمل. بس خد بالك، الراجل بقى العامل بقى شغل دماغه، قال له بس انا بشتغل عندكم 8 ساعات، بما ان انت هتديني 3000 فانا يا عم هشتغل عندكم 6 بس. ماشي. اعطاء اجازه غير مدفوعه الاجر. والله العامل ده بقى بقوم قايل له ايه؟ بص يا باشا، روح لحد ما كورونا دي تخلص، خلاص بقى ده بدايل، لحد ما كورونا دي تخلص وبعد كده ابقى تعالى لي. تكليف العامل بعمل غير متفق عليه بالعقد. يعني ايه؟ انا كنت جايبك مثلا حداد، وطبعا انا همشي ناس، في نجارين مشوا، فاقول له بقول لك ايه، انت هتشتغل عندي حداد وهتشتغل عندي نجار. يا عم انا مهنتي حداد بس في العقد مكتوبه، معلش والله تشتغل شغلانتين عشان نوفر شويه في العماله. يحق للعامل انهاء عقده دون اختار وله الحق في الايه؟ في المكافاه. ممكن العامل مش عايز يعمل كده، مش عايز يعدل في العقد بتاعه، فيروح يقول لهم لا يا جماعه والله انا مش عاجبني الكلام ده كله، ولا عايز اعمل نقص ساعات العمل ولا نقص الاجر ولا الكلام ده كله، انا عايز اخد فلوسي وامشي، انا عايز المكافاه بتاعتي ويا عم انا همشي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى لاخر جزء. بص معايا بقى كده، احنا خلصنا في اللي فات ده خد بالك ما لساش الا الورقه دي، فالامر كله بسيط. زهقت زي ما قلت لك كده، قوم اشرب حاجه وارجع لي تاني، بس ما توقفنيش وانا عامل كده، هل انا عارفكم محدش وقفني وانا، لا وقفني وانا كويس. خد بالك بقى، صلى الله على محمد. الجزئيه اللي جايه دي احنا عندنا اجزاء كتير قوي في المنهج، فانا مركز لك على اكتر الحاجات اللي هتبقى مطلوب منك في الامتحان. ركز معايا. اول حاجه عندنا واحد اسمه المعوق. يعني ايه المعوق يا مستر؟ المعوق ده واحد بقى عنده عيب خلقي او الكلام ده كله، ده ذو الاعاقه. قال لك هو كل شخص اصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاوله عمله. المعوق بالنسبه للدوله اي واحد مش قادر يشتغل نتيجه ايه؟ نتيجه عجز خلقي
او جاله اصابه معينه، ده اسمه المعوق. على فكره جه في الامتحان كتير قوي قال لهم عرف المعوق واذكر حقوقه، فقال لك ومن حقوق المعوق اول حاجه الحصول على شهاده من الشؤون الاجتماعيه. الراجل ده بياخد شهاده ان هو معوق، يعني هو بياخد شهاده بكده، وشهاده القيد في مكتب القوى العامله، يعني هو قادر على العمل، بياخد شهاده ان هو قادر على الايه، على العمل، وتوفير العمل المناسب له، ما نحطوش بقى في شغلانه شاقه، ده هو عنده اصابه عمل، والاعفاء من الكشف الطبي، ما احنا عارفين بقى ما هو معاه شهاده بتفيد بكده فبنعفيه من الكشف الطبي، ما بنكشفش عليه، واجتياز الامتحان المقرر للوظيفه، خلاص بقى ما بنعملوش ايه امتحان، بنمشيه على طول، بندخله الشغل معانا على طول. بس قال لك في حاجه، قال لك تلتزم الجهه بتشغيل 5% من المعوقين من مجموع العاملين. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي 100 عامل لازم في المصنع لازم يكون في 5 عمال على الاقل، 5% يعني 5 عمال يكونوا من ذوي الاعاقه عشان يلاقوا شغل. ما هو كده لو كل واحد قال لك ايه لا انا مش مشغل عندي معوقين، لا يا باشا، ما هو انت كده الناس دي مش هتلاقي تاكل وتشرب، مش هتعرف تفتح بيوت. فالدوله بتلزم كل واحد عنده شغل تقول له شغل 5% من العمال عندك من ذوي الاعاقه. الاجانب، ركز بقى معايا في جزء الاجانب ده عشان الجزء ده كبير قوي وانا ملخصه لك. يجب الا يزيد عدد العاملين عن 10% من مجموع العاملين، يعني ما ينفعش يكون عدد العمال في الاجانب اكتر من 10%. ويحظر على الاجانب الاشتغال بالمهن الاتيه، ما ينفعش يشتغلوا الشغلانات اللي جايه دي اي اجنبي. الارشاد السياحي ما ينفعش، يعني ما ينفعش يكون مرشد سياحي. ليه يا مستر؟ معلش انت ما تعرفش حاجه في الدوله دي، فانت من دوله تانية، فانت كده هتبوظ التاريخ. ايوه انت قريتها صح. الرأس الشرقي، استغفر الله العظيم. واحد يقول لي ما صفينار يا مستر بتشتغل رقاصه وانت يعني رأس شرقي؟ ما هم شغالين كلهم اجانب. ما استغفر الله العظيم يا ابني، الرأس الشرقي مقصود خد بالك، هم بيجوا بيألفوا بقى القصه دي، ده قانون عمل، ما ينفعش ان هي تخش البلد عندنا تقول لهم يا جماعه انا رقاصه. ما ينفعش. بس هي بتقول لهم ايه، انا فنون جميله، انا ممثله، وتروح ترقص بقى عادي، عادي جدا. اعمال التصدير، شوف الدوله محترمه تقول لك ما ينفعش نجيب رقاصه من بره بس نجيب رقاصه من جوه عادي، ما تودوناش في داهيه الله يرضى عليكم. اعمال التصدير والترخيص الجمركي، ما ينفعش يشتغل في التصدير والترخيص الجمركي عشان هو ايه، ما يقبضش بقى ويبوظ الدنيا وكده يعني. عقد العمل الفردي مهم قوي مهم قوي مهم قوي مهم قوي، بيجي بص كل الجزئيه ده اهي متعلقه ببعض، كل الجزئيه دي متعلقه ببعض. عقد العمل الفردي هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل، العقد بتاعنا ده عقد عمل. اسمعني تعال عشان بس في ناس مش فاهمه. اي حد بيروح يشتغل عند حد بيروح يعمل معاه ايه، عقد اسمه عقد عمل فردي. يعني ايه؟ يعني بيني وبينك انا بس. قال لك هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل، يبقى في عامل، العامل بيمضي على العقد بأن يعمل لدى صاحب الايه، العمل تحت ادارته واشرافه مقابل ايه، مقابل اجر، يتفقوا على الاجر هنا في العقد. طيب يبقى انا دلوقتي عايزك الاول بقى في العقد ده عايزك تعرف لي العامل، ما هو مش العقد ده بيكون بيحصل على العامل، عايزك تعرف لي العامل. يعني ايه عامل؟ قال لك هو كل شخص طبيعي اللي هو انا وانت يعمل لدى صاحب عمل تحت ادارته واشرافه مقابل ايه، اجر. يبقى دي سهله. اللي جايه برضو سهله، تعالى عرف لي صاحب العمل. واحد يقول لي يا مستر صاحب العمل هو كل شخص طبيعي او اعتيادي او اعتباري. يعني ايه اعتباري يا مستر؟ يعني ممكن تكون شركه، مش لازم يكون شخص. يبقى هو كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر مقابل اجر. طيب حلو قوي. طب انا كده عندي بقى حاجه اسمها التبعيه. يعني ايه التبعيه؟ يعني لازم ده هو العامل ده يكون تابع لصاحب العمل. تعالى قال لك التبعيه دي عندنا بتنقسم لجزئين، تبعيه قانونيه نص عليها القانون، وتبعيه اقتصاديه. التبعيه القانونيه قال لك قيام العامل اللي هو ده اهو بايه، بالعمل تحت اشراف صاحب العمل. طيب دي تمام انا عارفها. يعني ايه تبعيه اقتصاديه؟ ودي مهمه قوي مهمه قوي قوي. قال لك استئثار صاحب العمل بمجهود العامل. يعني ايه؟ يعني زي الجماعه اللي بيسافروا مثلا السعوديه يقول لك ايه، ده ما ينفعش يشتغل الا عند ده، عند الكفيل بتاعه. ده معناه ايه؟ استئثار صاحب العمل بمجهود العامل مقابل اجر، بيديله اجر بس ما تشتغلش غير عند حد غير انا بس. طيب دلوقتي احنا قلنا في عامل وفي صاحب عمل وفي حاجه اسمها تبعيه اقتصاديه وقانونيه، وعندي اخر حاجه في العقد تبقى مكتوبه هي الاجر. هو كل ما يتعهد صاحب العمل بدفعه الى العامل، اي حاجه بيدفعها
يا اما نقدا او عينا. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب تعالى بقى يا باشا ناخد الاجازات. مستر مش احنا خدنا الاجازات مع بعض؟ احنا خدنا الاجازات يا فندم بالنسبه للقانون المدني. دي الاجازات بقى بالنسبه لايه؟ بالنسبه ل بسم اللهم ذكرني. دي الاجازات يا فندم بالنسبه لقانون العمل. طيب ركز بقى معايا. اول حاجه عندي الاجازه الاسبوعيه. العامل ده ما هو مش راجل هيفضل طول السنه شغال عندكم كده ما ياخدش اي اجازات. لا يا فندم، انا عايز اجازه. اول حاجه انا عايز اجازه كل جمعه، فدي اسمها اجازه ايه؟ اسبوعيه. خد بالك مش شرط تكون كل جمعه، ممكن يبقى بالمناوله. يعني ايه بالمناوبه؟ يعني ان انا ممكن اكون اجازتي مثلا الحد وزميلي اجازته الثلاث، بس احنا لنا يوم واحد بس في الاسبوع. في بعض الناس بتشتغل كده، وفي بعض الناس يقول لك ايه، لا احنا اجازتنا الجمعه، احنا مأجزين الجمعه. فيقول لك 24 ساعه 24 ساعه كل 6 ايام، كل ما يعدي 6 ايام اليوم السابع بياخدوا ايه؟ اجازه. تاني حاجه عندي الاجازه العارضه. يا مستر احنا خدناها بتكون 7 ايام. لا يا فندم، 7 ايام في القانون المدني، لكن في قانون العمل بتكون 6 ايام خلال السنه. والاجازه العارضه دي زي اللي هي الاجازه الطارئه. الاعياد بتكون 13 يوم في السنه. عيد الفطر، عيد المبارك، عيد العمال، عيد تحرير سيناء، عيد 22 اكتوبر، عيد ميلادي. طيب بهزر برضو خد بالك. طيب عندي بقى الاجازه الدراسيه. يعني ايه؟ واحد عليه امتحانات، لازم يروح يقول لصاحب العمل انه عليه امتحان عشان يديله اجازه دراسيه قبل من امتحانك ب 15 يوم. فالراجل بيقول لك لاغراض دراسيه بشرط ان يبلغ صاحب العمل قبلها ب 15 ايه؟ يوم على الاقل. اجازه الحج، ربنا يكتبها لنا كلنا. حضرتك عندك اجازه للحج. اجازه الحج بتكون مدتها شهر باجر، بياخد اجره، بس مش لاي حد كده. يعني انت مثلا لسه متعين عندك 25 سنه وعايز تاخد اجازه الحج، لا قال لك ما ينفعش. قال لك لازم تكون عديت فتره في خدمتك 5 سنوات متصله، قعدت 5 سنين ورا بعض. وخد بالك اجازه الحج دي بتكون مره واحده بس على مدار تاريخ عمرك، مش اللي هو او تاريخ خدمتك، مش اللي هو ايه واحد فاضي يقول لك انا طالع الحج السنه الجايه ادوني اجازه شهر. لا يا باشا، انت ليك مره واحده بس ومره واحده. انا ليه بقول بس مرتين؟ الاجازه المرضيه. صليت على النبي. الاجازه المرضيه قال لك الاجازه المرضيه دي بتكون شهر باجر كامل. انا تعبان في البيت فانا هقعد اول شهر، اسمع عشان هي متقسمه، اول شهر هقعده شهر باجر كامل، تدوني فلوسي. ال8 شهور اللي بعدهم لو انا لسه تعبان هتدوني 75% من الاجر. كده ادي شهر وادي 8 بقوا 9. طيب لسه تعبان هاخد كمان 3 شهور اللي هم السنه بقى، بس بدون ايه؟ بدون اجر. كده انا خدت سنه كامله متقسمه شهر بيكون باجر، وعندي 8 شهور بتكون 75%، وعندي اخر حاجه 3 شهور بتكون ايه؟ بدون اجر. طيب اجازه الوضع عرفنا بقى. اجازه الولاده بتكون يا مستر عبد الله 4 شهور. قال لك لا هنا غير هناك. يعني ايه؟ قال لك اجازه الوضع بتكون ايه؟ اسمعني بقى الحته اللي جايه دي. يا سلام. اجازه الوضع، شوف التكنولوجيا يا والله العظيم، ده احنا كناش عايشين يا جدع. اجازه الوضع بتقول لك للعامله التي امضت 10 شهور في العمل مده 90 يوم. 90 يوم يعني كام شهر يا جميل؟ يعني 3 شهور. قال لا مستر هناك 4. ايوه. ولا يجوز تشغيلها بعد كام؟ بعد 45 يوم. الست لسه نفسها فما ينفعش بعد 45 يوم ممكن نستدعيها في شغل، بس خد بالك هي لسه في اجازه، بس ما ينفعش نزعجها في 45 يوم. وتستحقها مرتين. مستر هناك كان 3. ده الموظفه، لكن في قانون العمل بيكون مرتين بس. حالات فصل العامل. ليه يا مستر تقطع عيش الراجل ليه؟ قال لك والله يا باشا احنا عندنا حالات. تعالى. قال لك والله يا باشا عشان يحرم بقى، عشان يبقى فاهم. حالات فصل العامل. امتى افصل العامل؟ قال لك انت حال شخصيه غير شخصيته. يعني مستر يكون مركب دقن. قال لك لا مش قصدي كده، قصدي ان الراجل ده مثلا انا اسمي محمد ابراهيم محمد، فجاه لقيني اسمها اسماعيل احمد محمد. ايه ده؟ انت حال شخصيه حد تاني، فننفع نفصل العقد بتاعه؟ نفسخ العقد بتاعه. افشاء اسرار المنشاه. عشان كده ما بيشغلوش بنات، لان البنات اول ما بتشتغل في اي منشاه يا لهوي الشركه واسرارها كلها بره. غيابه 20 يوم منفصله. الله مستر يعني هو لو غاب 20 يوم منفصله و 20 يوم منفصله و10 ايام متصله، يعني ايه؟ لو غاب 10 ايام ورا بعض بيفصل من الخدمه. لو غاب 20 يوم بس على مدار السنه اللي هو ايه مقطعهم يوم هنا يوم هنا يوم هنا،
فده ما نفصله لو فاتت 20 يوم. طيب منافسه صاحب العمل، والله صاحب العمل ده فاتح محل عصير، قمت رايح فاتح انا محل عصير جنبه باسمي، باشا انت هبل، انت كده بتقطع الراجل اللي انت شغال عنده، بتقطع عليه. طيب قال لك يا سيدي وجوده في حاله سكر ده اللي هو انت، لا في حاله سكر، في حاله ايه؟ سكر او تعاطي مخدرات. بص يا مستر انا اصلا نفسي اتعاطى مخدرات بعد اللي انا شفته ده، كل ده انا هحفظه واحده واحده بس يا جميل، افهم وربنا هييسر في الامتحان بامر الله، بس انت حل بس بالله عليك يا اخي. يبقى الراجل ده لو لقيناه في حاله سكر، يعني ماشي سكران او بيتعاطى مخدرات، عرفنا الكلام ده كله وحللنا له منشطات كده وجميل، وطلع تاجر مخدرات كبير صغنن كده بيتعاطى، نقدر ان احنا نفصله من الخدمه عادي. ارتكاب العمل لاخطاء نشأت عنها اضرار جسيمه، ده الراجل ده بيشتغل شغلانه فهو بوظ الدنيا، كسر الالات والمعدات وبص كسر الدنيا، غبي يعني. فالراجل ده بوظ لنا الدنيا خالص في المصنع، فنقدر نمشيه. طيب وهناك بعض الحالات سيتم فيها العمل دون راحه، اسمعني بقى ده مهم قوي. في بعض الحالات بيتم فيهم العمل دون راحه، باشا ده مهم بالله عليك، ورقه وقلم كده وطلعهم لي بره. قال لك المستشفيات، خد بالك بقى من تنظيم العمل، خد بالك عشان احنا فوتنا جزئيه. احنا عندنا في تنظيم العمل الحته دي مهمه قوي. تنظيم العمل يا جميل هو عباره عن، يعني ايه تنظيم العمل؟ يعني بينظموا العمل للعامل. قال لك العامل ده لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 8 ساعات في اليوم، دي عارفينها. وقال لك ايه؟ يجوز تشغيله وقت اضافي 35% من ساعات العمل الليليه، ينفع نشغله كام؟ وقت اضافي. وهناك بعض الحالات يعني سيتم فيها العمل بدون ايه؟ راحه، ما ينفعش فيها راحه. المستشفيات بدون راحه، ما ينفعش ان هو ياخد بريك، لا انت شغال على طول. صناعه الادويه ما ينفعش انك تاخد بريك، انت شغال على طول. انما خد بالك ممكن يبقى الراجل ده بيتخلله فتره راحه، يعني بيشتغل 8 ساعات ممكن ياخد مثلا راحه ساعه على الاقل، فكده هو بيشتغل كام؟ 7 يتغدى فيها يشرب فيها. في المستشفيات لا، على حسب الوضع، بس مالكش حاجه في القانون. صناعه الادويه وصناعه البلاستيك برضو نفس الكلام، ما فيهمش راحه، لان الحاجات دي كلها حرارتها عاليه وما ينفعش الدنيا تبرد. والعمل بالمخابز، الناس اللي شغاله في المخبز يبقى سايب العجين يخمر ويبوظ، لا ما ينفعش، مفيش راحه، اشتغل كمل. والصيدليات طبعا في كتير قوي بس دول اشهر الحاجات. قواعد تشغيل الطفل، عارفين الطفل؟ بس انا ماخد بقي شاي، راجل من اللي شايف المج اللي مرسوم عليه اسمه وبصراحه مروق عليا. الله. قواعد تشغيل الاطفال. الاطفال دول اللي هم مين يا جميل؟ صلى على النبي. الاطفال دول هم اللي لسه عمرهم من 14 لحد 18 سنه. ايه ده يا مستر عبد الله هو انا طفل؟ ايوه، يعني انت لسه عمر سيادتك 17 سنه فانت كده تبع الدوله، انت طفل. والله يا باشا مش انا اللي قايل، انا ما بغلطش فيك والله، انت راجل وسيد الرجاله، بس انت عند الدوله طفل. طيب ركز معايا. قال لك ايه؟ قواعد تشغيل الاطفال، قال لك اجراء الفحص الطبي، لما تيجي تشغل اي طفل لازم تعمل له فحص طبي دوري بصفه مستمره. ويحظر تشغيلهم في ايام الراحه الاسبوعيه، ما ينفعش تشغله في يوم الجمعه، لا ما ينفعش. ويحظر تشغيلهم اكثر من 6 ساعات، خد بالك اي موظف يشتغل 8، انما الاطفال يشتغلوا كام؟ 6 ساعات. وكمان وفتره راحه ساعه، ولا يعمل 4 ساعات متصله، ما ينفعش يشغل 4 ساعات ورا بعض، لا ريحوا شويه. يحظر تشغيلهم ليلا من 7 مساء الى 7 صباحا، ما ينفعش يشتغلوا فتره مسائيه، دول الاطفال. يحصلوا على يوم راحه في الاسبوع، لازم ياخد فتره راحه في الاسبوع. قال لك الطفل كل من يبلغ ال 14 سنه ولم يبلغ ال 18 يحظر تشغيله قبل 14 وتدريبه قبل كام؟ 12. دي مهمه قوي، ما ينفعش اشغله قبل 14 وما ينفعش ادربه قبل كام؟ قبل 12، ودي مهمه جدا جدا جدا. واحنا كده ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا منهج قوانين العمل. انا عارف ان انت الفتره اللي فاتت دي تسريبات وحاجات وقصه، فانت مش عارف تبدا ازاي او تعمل ايه. انا زي ما قلت لك الكلام ده في اخر الفيديو، بس انا والله فخور بيك باي حاجه انت هتجيبها، سواء حصل تسريب فانت كده ذاكرت واجتهدت واعتمدت على ربنا سبحانه وتعالى الاول، ما اعتمدتش على اي حد تاني. صدقني يا ابني ربنا سبحانه وتعالى عادل، فانت اللي اشتغل على نفسه واجتهد في المنصه ودفع اشتراك وحضر واستحمل وذاكر معانا، اكيد ده ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه. ولكن
اي حد تاني خد بالاسباب الغش، فربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل. حتى لو هو غش النهارده ونجح النهارده، اعرف ان بكره الامور مش متيسره، وبكره ده ممكن يكون بعد سنه، ممكن يكون بعد سنتين، انت ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. انا بقول لك انا مش ضد التسريبات، انا ضدها جدا، لان دي ذنوب جاريه. اللي بيصرر لك الامتحان ده عمل فاسد، وربنا سبحانه وتعالى قال لك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لما واحد يغش الامتحان الصبح ويخش ما يعرفش اي حاجه ويضيع مجهود زميله، على فكره يا جماعه التنسيق كده هيعلى جدا. يا جماعه ان المواد التجاريه والثقافيه تتسرب دي جريمه. انت كده تنسيقك هيعلى جدا، ممكن يعدي كمان ال 98%. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الطلبه كلها تخش كليه بمجهودها. عندنا دلوقتي في الجامعات اي طالب بيخش مش بيخش بمجهوده، بيبقى عندنا في ازمه، بيسقط هناك والدنيا بايظه، مفيش غش في الكليه. فانت على قد ما تقدر ما تعتمدش دلوقتي غير على حاجه واحده بس، على مذاكرتك. جه الصبح تسرب خلاص، انت الامتحان معاك، تقدر من خلال مذاكرتك ان انت اللي تحله، عشان ما حدش يحله لك غلط، لان في ناس بتحل غلط قصده الكلام ده. دخلت الامتحان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، سواء اتسرب ما اتسربش انت ذاكرت. وان شاء الله نشوفكم على خير في ماده الضرايب، وانتظر مراجعه ضرايب محترمه جدا جدا للاسئله كلها، وان شاء الله نشوفكم على خير الفيديو الجاي. يلا، السلام عليكم.